بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. شفنا طبعا وتابعنا كل الأخبار اللي في ال 12 ساعة اللي فاتت عن زيزو ونيوم السعودي والزمالك والتفاصيل كلها. تعالى الفيديو ده هنقول لك تفاصيل مهمة في هذا ملف زيزو او زيزو. يعني ايه؟ ما في زملكاوي الا مهتم بهذا الموضوع، عايز يعرف ليه كل الدنيا كلها كل الزملكاويه بيتكلموا على زيزو، عارفين قيمه زيزو. وشفنا طبعا هاشتاجات امبارح من جمهور الزمالك زي صفحة المختلط وإيطاليان زملكاوي ويتهوس والصفحات المحترمة بتاعت نادي الزمالك، وتصدر هاشتاج تويتر فيسبوك بيع زيزو يعني رحيل المجلس. يا ريت تحط الهاشتاج ده في تعليقات تحت، بيع زيزو رحيل المجلس. هاشتاج تصدر ترند، كان ترند رقم 1 امبارح. طلع هاشتاج ممول من جماهير الننوس وبيع زيزو يا لبيب ومفيش حد مش عارف ايه، والهاشتاج متبنيه صفحات الاهلي ولجان الاهلي كلها. شوف الخطة، شوف اللي بيدور حواليك. جمهور الزمالك صعبان عليه زيزو مش عايز يتباع، فطلع هاشتاج بيع المجلس يعني رحيل المجلس. بيع زيزو رحيل المجلس، لو بعت زيزو يعني يساوي رحيل المجلس. جماهير النانوس عشان عارفه الكوبري هيتم وزيزو عايزه اللي هيروح الاهلي، وما هو الا موضوع مساله وقت. وانتوا عارفين القصه، واكبر راعي للاهلي هو تبع شركات نيوم السعودي اللي في القاهره او في مصر هنا. فطلعوا هاشتاج ممول يقول لك بيع زيزو، ما تعبرش حد يا لبيب. واللي متبني مين؟ صفحات ولجان الاهلي، عشان تعرف الدنيا عامله ازاي. تعالى بقى الاول كده صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناه. اللايك مش هياخد منك ثانيه واحده بالظبط، فاللايك فضلا ليس امرا. وصل صوتنا، انت شايف لجان الاهلي شغاله، الله ينور. هم مش عايزين اي صوت زملكاوي يظهر، عايزين هم بس اللي يبقوا على الساحه. فالزملكاويه بقى ورينا اللايكات والشير، ووصل صوتنا وصوتك، واكتب تحت في تعليق بيع زيزو يعني رحيل المجلس، رحيل مجلس لبيب. تعالى بقى نقول لك ايه الكواليس والتفاصيل الجديدة. ايه الكواليس والتفاصيل الجديدة في هذا الملف؟ في اجتماع طارئ لمجلس الزمالك النهارده. مش عايز انفعل لان والله يعني الواحد يقول ايه. تعالى في اجتماع طارئ النهارده داخل مجلس الزمالك. القصه ان نيوم السعودي عرض 5 او رفع العرض بتاعه من 5 ل 6 مليون دولار. لكام؟ ل 6 مليون دولار. فالدولارات زغللت عله بيب وعين مجلس الزمالك. واللي متبني بيع زيزو، صلي على حبيبك محمد هنقول لك بالاسماء، اللي متبني بيع زيزو وجهوا له رسائل هنا. هقول لك بالاسماء مين اللي عايز يبيع زيزو. والوكيل، هما 2 وكلاء عايزين يستنفعوا، عايزين يقبضوا الريالات والدولارات والساعات الرولكس، عايزين يتموا المهمة بنجاح عشان زيزو يروح النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي القادم.
اللي متبني رحيل زيزو من المجلس حسين لبيب وحسام المندوه اللي هو امين الصندوق، وعندك هاني بيرزي وهاني شكري وهشام نصر اللي دمر العاب الصالات واحمد سليمان. في تحفظ من واحد ولا اتنين في المجلس بيقولوا لا ما نسيب زيزو مش عارف ايه، لكن العتاوله الكبار كبار المجلس كلهم مع بيع زيزو. يقول لك طب انت هتبيع زيزو ب5 أو 6 مليون دولار، هتجيب مين؟ هتجيب اشرف بن شرقي؟ هتجيب اشرف بن شرقي صح؟ اشرف بن شرقي اللي بيلعب في الجناح الايسر زي مكان مصطفى شلبي كده. طب الجناح الايمن اخباره ايه؟ شيكابالا؟ ابراهيم نضاي؟ ماشي. زيزو عايز تبيعه يبقى انت فضيت. لا ده الزمالك مش هيبقى له وجود برحيل زيزو، ده احنا هنشوف مرار طافح. فالمجلس رمى الكوره، هو عايز يبيع وطلع التأشيرات والتذاكر السفر وكل حاجه لزيزو، لكن هو بقى عشان عايز يرمي الموضوع على زيزو. بس زيزو ذكي، والد زيزو ذكي، قال لك احنا مستنيين الجلسه بتاعت حسين لبيب عشان التجديد. وزيزو في الساحل الشمالي، زيزو في الساحل الشمالي مش في القاهره، بيقضي الاجازه بتاعته. ففي اجتماع طارئ النهارده. طبعا مجلس الزمالك شاف حاله الغضب اللي عند جمهور الزمالك امبارح، فمجلس الزمالك قال يا عمي هنعرض على زيزو 50 مليون جنيه سنويا، واحنا مش معانا اكتر من كده. زيزو عاجبه العرض عاجبه، مش عاجبه هنبيعه. عاجبه العرض عاجبه، مش عاجبه هنبيعه. دي معلومات من جوه المجلس، وهيناقشوا ده في الاجتماع النهارده. طبعا هو مجلس الزمالك ما بيجتمعش في النادي لان الاعضاء على اخرهم من هذا المجلس، فعشان مش يحصل احتكاك ولا حاجه بيجتمعوا بقى في بيت لبيب، في بيت احمد سليمان، في بيت حسام المندوه، انما في النادي ما بيجتمعوش. ليه؟ راح حسين لبيب من 15-20 يوم، الاعضاء اشتبكوا معاه والمهم، فمحدش عاد طايق المجلس ده في الاعضاء جوه النادي الا بقى الشله اللي هي قريبه من المجلس، يعني حبايب المجلس ده يعني. فهيجتمعوا ونشوف الاجتماع ده. والد زيزو امبارح قال لك خلال ال 24 ساعه اللي جايه الحسم، يا البيع يا التجديد. يعني 24 ساعه اللي جايه دي فيها الايه؟ الخلاصه. يعني النهارده ممكن على بالليل يغلق او يتم الاسدال الستار على موضوع زيزو. على جمهور الزمالك اللي يشوفني بقى اكتب تعليقات، شير، وصل صوتك، خليك اضغط مع زمايلك الزملكاويه التانيين. زيزو ليس للبيع، زيزو خط احمر. ابيع زيزو عشان اجدد لكمال ومهاب ياسر ورؤى وناصر منسي ومش عارف مين ومين والزناري وغيره. ده كلام. زيزو مش للبيع. فده كواليس زيزو من امبارح للنهارده. الاجتماع ده اللي هيحدد بس انا بقول لك الاتجاه جوه نادي الزمالك، وقلت لك بالاسماء اللي عايزين يبيعوا زيزو من المجلس، وفي عضو ولا 2 هم اللي معترضين، لكن الكبار المعلمين الكبار عايزين يبيعوا زيزو. طيب بن شرقي واقف على مقدم العقد، قال لهم هتبعتوا لي مقدم العقد هاجي القاهره، مش هتبعتوا لي مقدم العقد مش جاي. ده بالنسبه لاشرف بن شرقي. بالنسبه لايه؟ لاشرف بن شرقي. حسين لبيبي بيستعين بحسن شحاته، عايز يحط حسن شحاته رئيس لجنه الكوره او شركه الكوره او لجنه الكوره، سميها زي ما تسميها في النادي. هو بقى اللي يبدي رايه في الصفقات واللاعبين الراحلين وزيزو
وكل اللعيبه، يعني ايه، يستعين بالمعلم حسن شحاته. عرض عليه الامر ولسه الكابتن حسن شحاته ما وافقش على القصه دي. هل هيوافق وهيكون هو رئيس لجنه الكوره؟ رايك في تواجد الكابتن قيمه كبيره زي الكابتن حسن شحاته جوه نادي الزمالك يا رئيسا للجنه الكوره؟ قول رايك. دي من ضمن الكواليس. وطبعا النادي النهارده او المجلس ده هيعمل اجتماع النهارده، فعايز يحط بقى، يشوف الراحلين، يشوف مش عارف ايه، يكلم جوميز، تعالى يا جوميز طبعا في البرتغال ولا هو في دماغه، الدنيا بتخبط ترقع هنا وهو مش في دماغه. زياد كمال اتجوز امبارح، مبروك مبروك يا زياد، يا زياد. يمرك يا نعمة، يمرك يا نعمة. بقى ايام يا جدعان، السوبر الافريقي والقايمه لازم تتبعت، بتاعت السوبر الافريقي، القايمه الافريقيه. هنروح نلعب السوبر بايه يا جدعان؟ هنروح نلعب السوبر بايه؟ خليك معايا الدقيقتين اللي جايين دول. جوناثان نجويم هو الاقرب في الظهير الايسر اللي هيكون بديل فتوح. هقول لك موضوع عن فتوح دلوقتي. احمد فتوح ربنا يفك كرب كل متضايق ويرحم امين الشرطه، عزناه اكتر من مره يعني. فجوناثان نجويم هو الأقرب حتى هذه اللحظة للتواجد بسبب رغبة اللاعب. رغبة اللاعب هو، وقالها رسمي لفيوتشر أو مودرن سبورت، عايز أنتقل لنادي الزمالك. فجوناثان نجويم يقترب من نادي الزمالك. وبن شرقي زي ما قلت لك واقف على مقدم العقد. مهاجم الزمالك الجديد حسام أشرف، هداف الدوري، يعني من هداف الدوري هذا الموسم، 12 هدف، ثالث او رابع ثالث واحد في هداف الدوري. الزمالك استقر على عودته. في كلام على مهاجم صن داونز. الزمالك بيفكر يعني ايه في حاله بيع زيزو بقى، يجيب 3-4 صفقات يكونوا موجودين في السوبر الافريقي. مهاجم، ظهير ايسر، بن شرقي، مدافع. يعني الزمالك رايح القصه دي، ويقول لك بعد كده هيبقى قدامنا وقت بقى متسع من الوقت نعمل نفك اللهم صل على النبي، نجيب كمان 3 ولا صفقات ولا 4 صفقات كمان. فتوح المستشار مرتضى هيحضر في الجلسه الثانيه، وقال لك معايا حافظه مستندات. الجلسه يوم 16 سبتمبر القادم، 16/9. ربنا يسهل والغمة دي تخلص، وربنا يفك كرب احمد فتوح. قولوا يا رب. وربنا يصلح حال الزمالك اللي معذبنا كلنا. وربنا يهدي هذا المجلس اللي الواحد زهق من الانتقاد فيه، لكن جلد تخين. سلام عليكم.